صعبه شويه. يعني لو دايما النادي الاهلي بيقارن بجوزيه، لا جوزيه كان عنده خبرات مع النادي الاهلي وراح وليه وعارف عطبيعه النادي المصري بشكل اكبر شويه من جاريرو. فانا على المستوى الفني مش مبسوط، زي ما الناس كلها مش مبسوطه. المستوى الفني النادي الاهلي مش هو ده النادي الاهلي اللي متعودين، حتى لما النادي الاهلي بيلعب مباراه وحشه المباراه اللي بعديها بتكون افضل. لا المستوى الفني بس حقيقي الاداره ما بيقول لاداره النادي الاهلي انا عايز فلان يقول ده ليه يسيب النادي الاهلي ما يروحش. بتتكلم على جوزيه؟ يعني انا جوزيه بيبقى لا، هو جوزيه مختلف شويه لان جوزيه عارف طبيعه اللعيب المصري، عارف يتعامل مع الاداره بشكل كويس، عارف يتعامل مع القاعده الجماهيريه. لغايه دلوقتي ما فيش لينك ما بين جرير والجماهير، ما فيش حاجه عملها بالظبط، يعني ما فيش حاجه تشفع له زي ما بيتقال. لا هي كونفدراليه او من الظلم برضه نقارنه بجوزيه. يعني جوزيه كان عنده مجموعه كبيره جدا من اللعيبه، كانت الاداره وكانت كمان الحاله العامه في البلد كانت مختلفه. يعني كان النادي الاهلي اللي هو كان عايز كان بيدفع ارقام ويجيب لعيبه. دلوقتي للاسف لاول مره انا اعتقد ان ممكن لعيب يقول لا للنادي الاهلي. يعني زمان كان اللعيب بيجري على النادي الاهلي، دلوقتي ممكن اللعيب يقول لك لا انا مش هفضل اروح النادي الاهلي، اروح نادي تاني مثلا مستقر، على الاقل مستقر حتى مع المستوى المادي. يعني النادي الاهلي اكيد بيمر بدليل المنتخب قبل 3 افريقيا مع حد شعب هو اللي ماسك الاهلي كان جاهز. ده اللي بتكلم. هو هنيجي للنقطه دي، احنا للاسف برضو ما فيش تخطيط عام حتى على مستوى الانديه. فلما بيجي لك جيل كويس بالصدفه بتعمل بطولات، ده على مستوى النادي وعلى مستوى المنتخبات. عشان كده بقول لك شغل قطاع الناشئين ما بيبقى شغل مهم جدا، انك بتدعم الفريق الاول. ما فيش مشكله انك تجيب 3 4 لعيبه من بره، ما فيش مشكله خالص انك تدعم بيهم، لكن